السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معاكم ميت سماح من قناة ABC Go. النهاردة معانا زمن حلو جميل جدا بصراحة وسهل إن شاء الله عليكم، اللي هو the present perfect tense، يعني المضارع التام. أول حاجة هنعرف بيعبر عن إيه وبعد كده هنشوف تكوينه. أول حاجة بيعبر عن فعل حدث في الماضي، وركزوا معايا إن زمن المضارع التام الماضي ولا يزال مستمر بالوقت الحاضر، يعني انا كنت حاجه بعملها في الماضي ووقفت عن عملها في الوقت اللي احنا موجودين فيه. زي مثلا he lived in Cairo، هو كان بيعيش في القاهره for 3 years، منذ 3 سنوات. اوكي، طب الفعل التاني بيعبر عن ايه؟ الزمن بيعبر عن حدث ايه، هو فعل حدث منذ وقت طويل ولا تزال نرى اثره حتى الان، ملوش اثر، يعني انا كنت حاجه بعملها ومش موجود لها اي اثر. طب الجمله بتتكلم بتقول I have read the story، انا بقرا القصه but I don't understand them، انا بقرا القصه بس مش فاهمها، يعني انا خلاص قرات القصه بس ايه مش فاهم. يبقى ده حدث قطعه ايه حدث اخر. تعالوا يلا نشوف التكوين. الزمن بيتكون من ايه؟ الزمن دوت بيتكون من subject فاعل، اوكي، زائد هنحط ايه هينضاف له have او has، ده التكوين بتاعنا، زائد الباست بارتيسيبل. واحنا قلنا ان الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل. تمام كده، يبقى subject اللي هو فاعل والفعل عندي have او has. طب الاول هنوزع الضمائر، اني قلنا ان have بتاخد الاي والزي وي يو. طيب الهاز بقى تاخد ضمائر المفرد اللي هي الهي والشي والات. تمام كده، يبقى فاعل have has past participle تصريف ثالث للفعل. تعالوا يلا نشوف جملة ازاي انا هستخدمها في التكوين دوت. الجملة هتقول ايه؟ the teacher has just entered ماشي the class. طيب تعالوا نشوف تكوين الجملة. ادي عندي the teacher، اوكي، مفرد هياخد has لانه برضو مفرد، ونزلت just ونزلت الفعل تصريف تالت، يبقى the teacher has just entered the class. اوكي، تعالوا برضو نشوف انا هستخدم جملة تاني ازاي مع التكوين بتاعنا. we have already finished okay the project we have already finished the project، هو بالفعل انهى المشروع. طيب تكوين الجملة ادي فاعل وادي فعل في التصريف الثالث، يبقى وي وفينيشد دوت التكوين بتاع الزمن البريزنت بيرفكت. تعالوا نشوف احنا لو حبينا ننفي الزمن هننفي ازاي. حالة النفي بصوا يا حبايبي، حالة النفي انا بستخدم لها حاجتين، يا اما not او never، الاتنين نفي، الاتنين ايه منفي. طب انا هستخدم جمله على دي وجمله على دي عشان نشوف هل في فرق. لا، هو مش هيبقى في فرق ان شاء الله، هو الجملتين الاتنين هيبقوا صح. يعني انا عشان انفي شوفوا التكوين هيبقى ايه. عشان ننفي الجمله الاول هنحط الفاعل زائد have او has، هنزل الفعل المساعد زائد هيجي وراه بعديه ايه نوت، زائد الباست بارتيسيبل التصريف الايه التالت. طيب ده انا لو استخدمت نوت، تمام.
طب تعالوا لو شوف انا عايزه استخدم never، يبقى برضو نفس التكوين، فاعل have has زائد never زائد never بلس الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. يبقى في حالة النفي أنا التكوين واحد بس بستخدم not أو بستخدم never. أوكي طيب تعالوا نشوف الجملة هنستخدم ازاي not وازاي نستخدم never. الجملة بتقول I haven't eaten sushi okay before. okay I haven't eaten sushi before. ادينا استخدمنا not تمام، يبقى have نزل بعدها not. طيب لو انا عايزه استخدم never هنقول we have never slept early. اوكي we have never slept early. احنا ما بننامش بدري، فده استخدام حالة not او never مع تكوين المضارع التام. طيب تعالوا لو احنا عايزين نستخدمها في حالة السؤال هنستخدمها ازاي؟ حالة السؤال انا ببدأ ب have او has اوكي زائد subject الفاعل اوكي سوري بلس الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. يبقى انا في حاله السؤال ببدا بمين؟ ببدا بهاف او هاز، وفي الحاله ديت السؤال عندنا بيبقى بمعنى هل، اجابتنا يا اما بيس او نو. اوكي طيب تعالوا يلا نحول التركيب دوت كله لحاله سؤال. يعني انا لو قلت مثلا have you tidied room yet. اوكي have you tidied room yet يعني انت انهيت او نظمت حجرتك. اوكي الاجابه هنا يا اما بيس يا اما بنو. لو انا قلت يس هقول يس اوكي وهحول اليو لاي وهنزل هاف يبقى يس اي هاف. تمام طيب في حاله يو انا ممكن استخدم لها ضمير تاني. تعالوا نشوف كده السؤال وبنفس برضو الفاعل بتاع يو. لو قلنا هاف يو tidied okay your room yet. okay have you tidied your room yet. هنا هنجاوب لو قلت نو. اوكي لو قلنا نو. شايفين يو احنا كنا في الجمله اللي قبليها حولناها لاي، ممكن ان يو برضو تحول لوي. نو وي هافنت. اوكي يبقى في حاله نو انا بنفي بحط نوت، يبقى في حاله نو احنا بنحط مين؟ نوت. اوكي ده حاله السؤال وبيجاوب عليه بيس ونو. طبعا مش شرط ان احنا نستخدم هاف وهاز كاداه استفهام بس، لا انا ممكن استخدم اي اداه استفهام. يعني لو عندي اي كويشنز بدايته اوكي زائد بينزل معانا هاف او هاز بلس باست بارتيسيبل التصريف التالت. طيب لو انا قلت السؤال بتاعي بقول what have اوكي you done. هو انت بتعمل ايه؟ هيرد مثلا نقول I اليو اتحولت لاي وهنزل have I have وهجيب الفعل بتاعي في التصريف الثالث I have fed the chicken.
the chicken. يعني أنا بأكل فراخ. أوكي، ده برضو في حالة استخدام أداة استفهام بديلة بين have و has. طيب تعالوا نشوف الزمن دوت إيه كلماته الدالة، بتعبر عن إيه وإيه تكوينها في زمن المضارع التام. والكلمات الدالة إحنا عندنا حوالي 8 كلمات دالة على البريزنت بيرفكت. تعالوا نشوفهم. الكي ووردز كلماتنا الدالة just okay already yet since for ever never recently. تمام، دولت عندي التكوين الكلمات الدالة بتاعتنا. هنمسك كلمة دالة، كل كلمة دالة ونشوفها بتعبر عن ايه وهي ايه استخداماتها. يبقى الأول just already yet since for ever never recently. اوكي، just بتعبر عن اكتمال الفعل. تمام كده، الآن، وتأتي بالجمل المثبتة، بالجمل المثبتة بعد have أو has. طيب تعالوا نشوف كده الجملة just بتعبر لنا عن ايه؟ بتعبر عن اكتمال الفعل، يعني بتقول ان الفعل ده اكتمل دلوقتي، وبتيجي في الجملة المثبتة بس على شرط هتجيلك يا اما بعد have او بعد has. تعالوا نشوف كده جملة هتعبر لنا ازاي عن just. لو قلنا I have اوكي I have just، ادي نزلت كلمة مين؟ just. يبقى I have just explained اوكي the lesson اوكي كده. طيب تعالوا نشوف الجملة بتقول ايه. I have just، احنا اتفقنا ان just بتأتي بعد have او has. جت have يبقى تنزل وراها just. explained the lesson، يعني هي أتمت ايه؟ الحصة. تعالوا نشوف جملة كمان بنأكد بيها بجust. لو قلنا ايه I have just okay have just seen okay him. انا لسه توا حالا انا لسه شايفاه. يبقى كلمة just بمعنى توا، يعني لسه في التو. ماشي. طب تعالوا نشوف برضو جملة كمان نأكد بيها على just. قول you have. تمام، يبقى you have ايه بقى؟ هينزل وراها مين؟ just. you have just اوكي. يبقى انا have بينزل وراها just، يبقى have او has هننزل وراهم مين؟ just. يبقى you have just ايه بقى؟ played tennis. يعني لسه هما حالا لاعبين التنس. طب الجمل ديت تعالوا برضو نأكد على جملة في just. ايه we have
just. تمام. we have just washed. اوكي. our car. تمام. we have just اهي، يبقى دي have وادي just، يبقى we have just وادي الفعل ايه washed our car، يعني هما لسه مخلصين من ايه، لسه غاسلين العربية. طب تعالوا نشوف برضو جملة نثبت فيها الجمل بتاعت just. الجملة بتقول I، هتاخد have ولا has؟ هتاخد have، يبقى I have، وهنزل اوتوماتيك وراها just، يبقى I have just. اوكي. I have just. تعالوا بعد just بينزل فعل تصريف تالت. طيب يبقى I have just the table dinner is ready. اخر جمله معانا في جاست عشان نكون كده قفلنا التركيز مع كلمه جاست. الجمله بتقول ايه؟ it's great a great it's a great movie. I، بصوا بقى جت هنا I بعد ايه؟ بعد الكومة. I ايه بقى؟ I have just، ها يعني انا دلوقتي بعد I هنزل just. انا بسألكوا دلوقتي just have ولا have just؟ ها انهي اختيار هيبقى صح؟ هنزل بعد I هتنزل just have ولا هينزل have just؟ انا سامعه طبعا ناس بتقول have just طبعا، لاني بعد الاي بينزل الفعل المساعد اللي هو التكوين بتاع الزمن have، يبقى انا هنزل مين؟ have just، يبقى I have just. هنمسح كده. تمام. يبقى I have just. تمام. I have just ايه؟ it is ايه؟ seen it's morning. هذا الصباح، يعني انا شفته الصبح. تمام. اوكي. يبقى انا كده خلصنا اسئله وتكرار على جاست عشان نكون ان شاء الله اوفينا معاكم التثبيت في الجمله. هندخل بقى على الفعل المساعد اللي بعده. معانا كلمه already. بمعنى بالفعل. طيب استخدامها ايه؟ هي تأتي بالجمل المثبتة، يبقى هي بتجيلي في الجمل الايه؟ المثبتة. خلاص. اما بعد have او has. اوكي. يبقى في حاجتين اللي اوريدي استخدمهم، يا اما بتيجي بعد have او has مباشرة، اوكي، او بنهاية الجملة او بنهاية الايه؟ الجملة. تعالوا نشوف هنا ازاي. يبقى اول كلمة already بتأتي بالجمل المثبتة اللي هي بدون نطق، اما بعد have او has او بنهاية الجملة المثبتة. تعالوا يلا نستخدمها. الكلمة بتقول مثلا 20 million people have seen
the new film already. اوكي، بصوا بقى الجملة عندي 20 million people have seen the new film already. شفتوا كده جات لي كلمة already في آخر الجملة. قلنا إن هي بتيجي يا إما في آخر الجملة، وطبعا لازم تكون الجملة مثبتة. طب تعالوا نشوف جملة تاني باستخدام already. لو أنا قلت I have already okay written the report. بصوا يا حبايبي، الجملة اللي معانا بتقول I have already. بصوا ادي كده شايفين كلمة already جات لنا بعد have، اوكي، وجات وراها التصريف التالت written، اوكي. the report يعني هو بالفعل خلص او انهى التقرير. طيب ده استخدام already، وبرده بيأتي مع have او has، ورا have او has، اوكي، في جملة مثبتة، يا اما بيجي في نهاية الجملة او بيأتي ورا have او has على طول مباشرة. طب تعالوا نشوف الكي ووردز اللي بعده. الكي ووردز yet، اوكي. طيب دي استخدامها برضو تأتي، بس دي بقى بصوا تأتي في الجمل مالها المنفية، يبقى دي بتيجي مع الجملة المنفية، اوكي، او الاستفهام يعني السؤال. بآخر الجملة، بآخر الجملة. طيب الكلام ده طيب تأتي في الجملة المنفية، يبقى أنا كده عرفت إن هي تيجي في الجملة المنفية. طيب لو في حالة السؤال هتيجي آخر إيه؟ آخر الجملة، يعني في حالة السؤال بتيجي في آخر السؤال، وفي الجملة بتأتي في نهاية الجملة المنفية. طب تعالوا نشوف جملة مثلا يا حبايبي she hasn't finished her work yet. هي ما أنهتش شغلها لغايه دلوقتي، اوكي. يبقى انا استخدمت hasn't عشان وجود not، فانا استخدمت مين؟ yet. طب تعالى لو نشوفها كده جمله لو هي في حاله السؤال هنستخدمها ازاي. لو انا قلت السؤال بتاعي بيقول have they اوكي done ماشي their homework yet. ده كده حالة سؤال. have they done their homework yet يعني هل هم بالفعل خلصوا واجبهم؟ ادينا استخدمنا yet في حالة السؤال، في حالة السؤال في السؤال استخدمت فيها yet في نهاية الجملة. ولو انا عندي جملة منفية بستخدم برضو yet في نهاية الجملة. يبقى انا عندي yet استخدامها حاجتين، يا اما في الجملة المنفية او في حالة السؤال. طيب تعالوا نشوف الفعل ايه الكلمة التانية او أداة الكي ووردز التاني. ومعانا ever، اوكي ever. تعالوا نشوف هنا استخدام ever بمعنى ايه ويجي فين. معناها سبق لك، بمعنى ايه؟ سبق لك، معناها سبق ايه؟ لك، تمام. وتأتي فين بقى؟ وتأتي بالسؤال. ليه؟ للتساؤل عن، عشان أسأل عن ايه؟ الخبرات، تمام، الشخصية السابقة، السابق. وتأتي بعد الفاعل، تمام كده. يبقى هي اصلها معناها سبق لك
ودي بتيجي عشان بتسأل عشان افهم الخبرات الشخصية اللي فاتت او السابقة وتأتي بعد الفعل. تعالوا نشوف هنا استخدامها ازاي. لو حبيت استخدم جملة فيها ever، لو السؤال have you ever been to London؟ اوكي، have you ever been to London يعني سبق ليك وكنت في لندن، فدوت سؤال اعرف الخبرات السابقه هل هو ليه زياره لندن ولا لا. تمام، وبتاتي بعد الفاعل. ادي عندي فين؟ ادي يو فاعل وجيت وراها مين؟ ايفر. بعد الجمله دي هنأكد تاني على جمله في ايفر علشان نتعود على استخدام ايفر في شويه جمل. تعالوا نشوف الجمله بتقول ايه. الجمله بتقول has. الاول احنا قلنا ان ايفر بتستخدم في حاله السؤال، فانا بدات بهاز او هاف، هبدا باي حاجه فيهم. فقلنا ان هاز خلاص، هاز هي ايفر. اوكي، هاز هي ايفر gone to أسوان؟ ده كده سؤال. هل سبق ليك ان انت ذهبت لأسوان؟ تمام، يبقى معانا هاز هي وادي ايفر وادي الفعل في التصريف الثالث اللي هو الباست بارتيسيبل. طيب تعالوا نشوف برضو شويه اسئله وهيبقى في طريقه تركيب لسؤال انا هشتغله معاكم دلوقتي بحيث ان انتوا لو قابلتوا سؤال زي دوت تقدروا تجاوبوا عليه. بصوا السؤال بيقول ايه. have the ever traveled by bus؟ ده كده سؤال. هل سبق ليك ان انت سافرت بالاتوبيس؟ ده بسألك. طيب في حالة السؤال بهاف او هاز في زمن الماضي المضارع سوري المضارع التام، انا بجاوب يا اما بيس او بجاوب بايه؟ بنو. يا اما يس يا اما ايه؟ نو. اوكي، طيب ده في حالة وجود سؤال بإيفر. طيب تعالوا برضو نشوف برضو اشكال الاسئلة بتبقى على إيفر عاملة ازاي. في سؤال مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ask people about things they have done، يعني ازاي لما تسأل حد او شخص عن حاجة هو بيعملها. ممكن يجيب لنا كلمتين زي كلمة مثلا right، اوكي، وبرضو horse. ادي كلمتين زي دول، قال لك استخدمهم في ايفر. تمام، استخدمهم فين؟ في ايفر. طيب انا الكلمتين دولت انا هستخدمهم ازاي؟ سهله جدا. انا هنا في حاله ايفر قلنا ان احنا كده هنركب السؤال ده ونعمله كويشنز مارك، سؤال. هنبدا بهاز. تمام، هاز هي، هاز هي. اوكي، ايفر. تمام، شايفين كلمة رايد؟ ده الفعل. اديني نزلت بقى ايه؟ بصوا نزلنا هاز فاعل وبعديها ايفر وبعديها الفعل اللي قدامنا هو فين؟ انهي فعل؟ هورس ولا رايد؟ لا طبعا كلمة رايد هو اللي فعل. الفعل رايد دوت هنخليه في التصريف التالت، فهيبقى ايه؟ رايدن. تمام، يبقى رايدن a horse، رايدن a horse. يعني هل سبق ليك انك ركبت حصان؟ ده كده سؤال، يبقى ده كده شكل من اشكال ايه؟ الاسئله. طب تعالوا نشوف برضو نفس الشكل بس بكلمات مختلفه. لو انا مثلا عندي كلمه fly و kites، a kite، بيقول لك استخدمهم مع ايفر. طيب اوكي، هنقول مثلا have you ever
fly هنحولها للتصريف التالت. اوكي fly flew flowing، وهنزل كلمة a kite. بمعنى هل سبق ليك ان انت طيرت طيارات قبل كده ولا لا؟ ده شكل من اشكال ever في حالة ازاي تحولها تستخدمها في حالة السؤال. تعالوا نشوف اخر جملة معانا في ever عشان نكون ايه اكملنا كده كذا سؤال. لما سؤال بيقول مثلا have you ever، have you ever، تمام. spoken to famous person. ده كده سؤال. have you ever spoken to famous person، يعني هل سبق ليك ان انت اتكلمت مع شخصية مشهورة او معروفة؟ اوكي، فالاجابة بتاعتنا يا اما yes، يبقى yes I have. لو قلنا no، no I haven't. تمام كده. هنا كلمة اسمها never. تعالوا نعرف بتعبر عن ايه. تعبر عن النفي، تمام، وتأتي بعد have أو has. تعالوا نشوف جملة. لو قلنا مثلا سلا has، وهنستخدم كلمة never. اوكي visited the Egyptian museum. تمام. الجملة بتاعتنا ان احنا بنقول ان she has never، وقلنا ادي never جت بعد have او has visited the Egyptian ايه museum. تعالوا نشوف جملة كمان. الجملة بتقول ايه؟ we have never، okay we have never been to Paris. We have never been to Paris. have اوكي، وجت وراها never والتصريف الثالث للفعل. طيب خلصنا الجملة على استخدام never. قلنا we have never been to Paris. ان شاء الله الزمن ده هنكمله في لايف بتاع بكره باذن الله. هنكمل بقيه الاجزاء بتاعه الزمن. انتظروني بكره في اللايف الجديد. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. Thank you for watching. Bye.